السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن موضوع بيلخبط حياة ناس كتير. هنتكلم عن الانزلاق الغضروفي اللي بيخلي حد صاحي الصبح مش قادر يتحرك من وجع ظهره أو حاسس بتنميل في رجله. تعالوا نفهم ببساطة ايه هو، بيجي منين، وازاي نتعامل معاه من غير رعب. بص يا سيدي، العمود الفقري بتاعنا متكون من فقرات، والفقرات دي بينها أقراص غضروفية. القرص ده شبه المخدة، في طبقة خارجية وفي طبقة لينة من جوه. لما الطبقة الخارجية تتقطع أو تضعف، الجزء الجيلاتيني بيتزحلق لبره ويضغط على العصب، يحصل الانزلاق الغضروفي. الأبحاث بتقول إن معظم الحالات بتحصل في أسفل الظهر، خصوصا في الفقرات القطنية. طب ليه الانزلاق ده بيحصل؟ أول حاجة، حمل أوزان غلط. زي ما دراسة سباينال جورنال وضحت إن رفع حمل تقيل من غير ما تتني ركبك وتنزل تشيله بيدوس على الغضاريف. وكمان القعدة لفترات طويلة قدام الكمبيوتر مثلا بيزود الضغط على الديسك بنسبة توصل ل40% أكتر من الوقوف. وكمان ضعف عضلات البطن والظهر، الجسم محتاج عضلات تشيل الحمل على الفقرات. برضو من ضمن الأسباب العمر والتدخين. التدخين بيقلل تدفق الدم اللي رايح للغضاريف دي، وده مثبت في أبحاث مايو كلينيك. أهم علامة للانزلاق الغضروفي وهو الألم في الظهر اللي نازل على الرجل، وده اللي بنسميه عرق النسا أو السياتيك بين. ممكن تلاقي تنميل أو حرقة أو ضعف في الساق أو صعوبة في التحرك. لو حسيت بفقدان تحكم في البول أو البراز، هنا لازم تروح المستشفى فورا. الأبحاث الحديثة بتقول إن من 80 ل 90% من الناس بيتحسنوا من غير جراحة. أول حاجة ممكن تعملها لو حصل لك الموضوع ده إنك ترتاح، ودي بتكون راحة نسبية يومين 3 بس، وبعدها لازم حركة خفيفة. وكمان ممكن تاخد بعض المسكنات أو مضادات الالتهاب اللي بيكتبها الدكتور. وكمان من أهم الحاجات اللي احنا مختصين بها في العلاج الطبيعي هي تمارين تقوية عضلات البطن والظهر. دراسة سنة 2021 أثبتت إن التمارين دي أسرع طريقة لاسترجاع الحركة بسهولة. وكمان في بعض التمارين اللي بتقلل الضغط على العصب. كمان من الحاجات المفيدة جلسات الحرارة أو التحفيز الكهربي لتخفيف الألم. ويلا بينا نتفرج على بعض التمارين اللي لو حصل لك الانزلاق الغضروفي في بدايته ممكن تعملها. معانا أول تمرين وهو بيسموه وضع القطة. وفي التمرين ده كل اللي بنعمله اللي احنا بنرفع راسنا لفوق وننزل وسطنا لتحت، وبعدين نرجع نرفع وسطنا لفوق وننزل راسنا لتحت، وبنكرر الموضوع ده من 10 ل 20 مرة. عنا التمرين التاني واللي فيه بننام على ظهرنا وبنسند بإيدينا وبنرفع راسنا لفوق. التمرين التالت والأخير بنحط مخدة أو حاجة زي اللي في الفيديو دي ونضغط عليها برجلينا. نيجي بقى للحل الأخير والحل المرعب، وهو الجراحة. بتتعمل في حالات معينة، والحالات دي طبعا لازم يحددها دكتور مختص جدا جدا بالحالات دي، لأن للأسف في كتير من الحالات بتعمل عمليات الانزلاق الغضروفي ميكونوش محتاجين ليها، لأن الانزلاق الغضروفي ده عبارة عن مراحل كتير. فعشان تعرف انت في انهي مرحلة منهم لازم تزور طبيب مختص. وتعالى اقول لك على بعض الحاجات اللي تعملها عشان تقي نفسك من الانزلاق الغضروفي. حاول لو انت بتقعد كتير على المكتب تتحرك ولو نص ساعة او ساعة يوميا. تاني حاجة، لما تشيل حاجة تقيلة لازم تنزل بركبك زي السكوات كده عشان تقدر تشيل الحاجة دي من غير ما تضغط على العصب. وكمان ممارسة بعض تمارين الكور زي البلانك اللي طالع على الشاشة دلوقتي. وآخر حاجة إنك تحافظ على وزنك. السمنة بتزود الضغط على الفقرات. الخلاصة، الانزلاق الغضروفي مش حكم بالإعاقة، ومعظم الحالات بتخف بالعلاج الطبيعي والحركة السليمة.
لو حاسس بألم ظهر أو رجلك بتنمل، ما تنساش لما يزيد عن حده استشير دكتور فورا عشان تلحق حالتك بدري. لو عجبك الفيديو شاركه عشان يساعد غيرك. شكرا ليك، وأنا علي صفوت، وبتمنى لكم حياة صحية رايقة.